فكر معايا ليه الخوف ده قوي كده؟ ده لأن في حاجة اسمها اللوزة الدماغية بتعتبر إن الفشل تهديد حيوي. زمان لو فشلت في الصيد أو لقيت نفسك بعيد عن المجتمع البدائي بتاعك كنت غالبا بتموت. النهاردة عقلك بيتعامل مع رفض فكرتك أو خسارة فلوسك بنفس القوة اللي بيتعامل بيها مع أسد بيطارد حد من أسلافك زمان. أنت مبرمج بيولوجيا على تجنب الألم والفشل مؤلم عاطفيا، فعقلك بيخليك تتجنبه. وزود على ده البرمجة الاجتماعية. السوشيال ميديا النهاردة بتقدم لنا النسخة النهائية من حياة الناس. انت بتشوف ملياردير عبقري شاب صاحب ستارت اب بمليار دولار مثلا، بس ما بتشوفش ال10 سنين اللي صاحبها كان بياكل فيهم أي حاجة وما كانش بينام ولا كان بيرتاح وكان هيفلس 50,000 مرة في ال10 سنين دي. احنا بقينا بنخجل من البدايات المتواضعة، بنخاف نكون النسخة الوحشة من نفسنا قدام الناس، وده اللي بيخلق حاجة اسمها سبوتلايت افكت أو تأثير كشاف الضوء.